ليه ما بقيناش نحس إن إحنا مبسوطين زي الأول؟ فاكر أيام زمان كنت بتفرح بالحاجات البسيطة. دلوقتي كل حاجة حواليك أسرع وأسهل بس ملهاش طعم، وكل حاجة بقت مملة. السر في هرمون في مخك اسمه الدوبامين، وده هرمون المكافأة مش هرمون السعادة زي ما ناس كتير فاكرة. هو اللي بيخليك تتحمس وتكمل وتفرح بعد الإنجاز. لكن دلوقتي كلنا بقينا متعودين على حاجة اسمها الانستنت جراتيفيكيشن، يعني متعة فورية من غير أي مجهود. سكرولينج سريع ونوتيفيكيشنز واكل مش صحي وعادات مضره، مخك بقى بياخد الدوبامين بسهوله من غير ما تعمل اي مجهود، وده بيدمر نظام المكافاه في دماغك. فالحاجات اللي كانت بتفرحك زمان زي خروجه حلوه او شغل انجزته او تمرين بقت بالنسبه لك ممله، عشان مخك اتعود على المكافاه السريعه. وحتى الحاجات اللي بتبسطك بسرعه مع الوقت الدوبامين اللي بتديهولك مش هيبقى كفايه، وهتحتاج تزود منها اكتر واكتر. طب ايه الحل؟ الحل إنك تعيد تدريب مخك إنه يستمتع بالحاجات اللي فعلا تستاهل. ابدأ بحاجات بسيطة، امشي من غير مزيكا، خد وقتك في قراية كتاب، واشتغل على حاجات انت بتحبها تطور بيها من نفسك. دي مش حاجات مملة، دي حاجات بتعلم مخك إن السعادة مش دايما بتكون لحظية، وإن في متعة أكبر بكتير بتيجي بعد المجهود. كل مرة بتمنع نفسك من المتعة السهلة انت بتعيد توازن الدوبامين في مخك، وبتدي لنفسك فرصة ترجع تفرح من قلبك تاني.